السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. الجو صيف والدنيا حر. لو عايزين نعمل حاجة باردة، عايزين نعمل حاجة حلوة للأولاد، حاجة تطري علينا كده من الحر، هنروح للفكهاني. عندك بقى فاكهة الصيف كتيرة، بسم الله ما شاء الله، كل حاجة متاحة. هناخد من كل حاجة واحدة صغيرة، واحدة بس مش أكتر، وهنقول له في ظلنا دول بكام بكذا. شكرا، كتر الف خيرك. حاجه بسيطه جدا ومش مكلفه وايه، ويعني هتفرح الاولاد وكده. هنقطع الفاكهه دي ونركنها على جنب، نغسلها ونقطعها ونركنها على جنب. وهنجيب 3 بواكي جيلي، هنفضيهم كده مع بعض. 1 2 3. على كل باكو من دول 200 ملي ميه مغليه. انا عندي 3 بواكي يعني 600 ملي ميه مغليه. تمام. وبنقلبهم كويس قوي. تفضلي تقلبي تقلبي لحد ما كل الحبيبات دي تدوب معاكي، ويبقى معاكي ايه الميه عباره عن ايه، سائل بس. تمام. بنفضل نقلب نقلب. خلاص كده كويس. بقت كل شيء زي ما انت شايفه، البوله معانا شفافه جدا، مفيش اي حبيبات قدامنا. بنجيب بقى ايه بولتين صغيرين ونحضرهم. اي بولات جميله من اللي عندنا، اللي فيها اشكال كده، حاجات بتاعه الكيك اللي بنصب فيها اللي الرز عشان نقلبه ويدي شكل جميل كده واحنا بناكل. يعني اي حاجه عندك فيها نقاشات، فيها حاجات جميله كده، بحيث ان انت لما تقلبي القالب ده يديلك منظر جميل ويدي شكل حلو ويفرح الاولاد. ادي الفاكهه بتاعتي اهي، مقطعاها ومجهزاها. تمام كده، معانا الفاكهة موجودة. عندك عنب، عندك تفاح، عندك يا ستي مشمش، عندك خوخ، عندك شايفة كل الألوان الجميلة. طبعا الحاجات دي بتفرح الأولاد جدا، الأطفال بيفرحوا بيها. دي حبايبي اللي هي اسمها تورتة الجيلي. تمام. في ناس بقى فخموا فيها وحطوا كريم شانتيه وحطوا حاجات كتير، لا احنا عملناها بسيطة وسهلة ومش مكلفة. حتى انت لما تروحي للفكهاني بتطلبي منه كل حاجة حاجة حاجة، يعني الموضوع كله مش هيتكلف معاكي 20 25 جنيه. تمام. بنيجي بقى بنفضي طبعا في البولات الصغيرة. بتحاولي على قد ما تقدري تخلي الفاكهة يعني اكتر حاجة في الطبق، زي ما انت شايفة. بصي شكلها عامل ازاي، بحيث انك لما تيجي تصبي الايه تقلبي الطبق او تقلبي البولة يبقى شكلها جميل. وبندخلها التلاجة ساعتين 4 ساعات، مش اكتر من كده، وبتطلع زي ما انتوا شايفين معايا يا حبايبي. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، لذيذة جدا والوانها حلوة جدا، الولاد هيحبوها. حاجة في منتهى الجمال. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.